السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبيب قلبي، إن شاء الله النهاردة هنعمل صينية جاتو شاتو، هنحولها لجاتو تحفة يا حبيب قلبي، قيم جدا، تحفة جدا، قمر اهوت إن شاء الله. يلا مع بعض ندخل المطبخ نشوف تكلفتها إيه ومكوناتها إيه ونجهزها مع بعض. يلا بينا على المطبخ نجهزها مع بعض. مقادير يا حبيب قلبي صينيتنا القمر اللي انت شفتها ديت. انا عامله اكبر صينيه في الطقم اللي هو الطويل، الصينيه دي اللي هو الطقم ديت اكبر واحده في الطقم. مبطنينها بالزيت والدقيق كده، او اللي عاوز يحط فيها عنده مفرش سيليكون يحطه، او ورقه زبده يحطها عادي. ومعايا كوبايتين لبن او حليب، كوبايتين سكر، كوبايتين زيت، كوبايه كاكاو، كوبايتين دقيق، معلقتين كبار بيكنج باودر، معلقه صغيره فانيليا، رشه ملح. ان شاء الله يا حبايب قلبي هنضرب المكونات دي كلها في الخلاط. ومعايا البيض بس لسه ده الجزء الاول. هنحط يا حبايب قلبي اللبن في الخلاط، بسم الله. وهنضيف عليه السكر ونضربه عشان ندوب كل حبيبات السكر كويس جدا. هنضيف بقى يا حبايب قلبي كوبايه الكاكاو على السكر واللبن بعد ما ضربناهم كويس جدا جدا عشان ندوب كل حبيبات السكر. ضربت الكاكاو يا حبايب قلبي مع اللبن والسكر. هضيف الزيت بسم الله. اللي عاوز يضيف الزيت سرسوب يضيفه، عاوز يضيفه مره واحده، اللي يعني متخوف ان هو ما يتقلش ان شاء الله هيتقل، عاوز بقى يضيفه سرسوب يضيفه. هنضربهم برده مع بعض يا حبايبي. ضربناهم كويس جدا جدا يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللمعه بتاعته والقوام بتاعه. هنشيل منه دلوقتي، وبرده ناخد الجوانب كده بالسباتيولا، يكون في كاكاو او حاجه في الجوانب كده ننزلها عشان نتاكد ان كل المقادير اندمجت. هنشيل منهم كوبايتين على جنب. شيلنا يا حبيب قلبي من الخليط بتاعنا كوبايتين على جنب بقى، هنخليهم على جنب عشان نضيف بقيه مكوناتنا في الخلاط وندمجهم مع بعض. هنضيف بقى يا حبيب قلبي البيض على الخليط. معايا 4 بيضات هنضيفهم بالشكل ده كده، وهنضيف عليهم الفانيليا، معلقه صغيره فانيليا. ضيفنا بقى كويس يا حبيب قلبي ونضربه. ضربت الخليط يا حبايب قلبي بالبيض والفانيليا على بقيه الخليط الاولاني، وقلبتهم كويس جدا بالسباتيولا عشان اتاكد ان مفيش اي حاجه في الجوانب ما انضربتش او اتخلطت مع بعضها. معايا الدقيق يا حبايب قلبي في البوله، هنضيف عليه نص معلقه صغيره من بتاع التوابل ديت ملح، وهنضيف عليه البيكنج باودر ونقلبهم كويس جدا. واهم حاجه يا حبايب قلبي يكون الدقيق منخول مره واثنين وثلاثه. نخل الدقيق ده بيفرق معانا في النتيجه النهائيه. ما نقولش ان الدقيق نضيف او جايبينه مغلف ونضيف، لا احنا مش بندور على انه نضيف دلوقتي، قد ما احنا بندور على انه لازم يكون داخله هواء بنسبه كفايه، ودي بتدخل من اثناء النخل ان احنا ننخله مره واثنين وثلاثه. هضيف بقى يا حبايب قلبي الخليط اللي هو اللي انا ضربته كله في الخلاط بالكاكاو، هضيفه على الخليط الجاف. هنقلب بقى يا حبايب قلبي الخليط المواد الجافه اللي هو الملح والبيكنج باودر والدقيق مع المواد السائله اللي كانت معايا في الخلاط. هنضربهم كويس جدا جدا وفي اتجاه واحد ولحد ما يختلطوا كويس جدا ببعض. حبيبي طبعا انا اهو دمجته كويس جدا جدا مع بعض بالشكل ده، بس طبعا معايا الخليط تقيل لان بيختلف برضو الدقيق من نوع للتاني في امتصاص السوائل. فمعايا برضو هنا كام معلقه لبن كده، اضيف معلقتين واشوف هياخد مني ايه. اهو يا حبايب قلبي الخليط بقى بالشكل ده كده، ما نتقلوش اكتر من كده وما يبقاش سايل عن كده. اخد مني يا حبايب قلبي عشان برضو الامانه اخد مني ربع كوبايه الحليب كمان، يعني كده اصبح المقدار ده اخد مني المفروض يعني لو الدقيق والكاكاو عاديين كده بياخد المجين عادي، انما اخد مني 2 مج وربع. هصبه كده بقى في القالب بتاعي او الصينيه بتاعتي، دي اكبر صينيه عندي في الطقم. صبيتها يا حبايب قلبي في الصينيه بالشكل ده كده، والفرن مولع مسبقا. اول ما بنيجي نبدا الوصفه بنولع الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، وبنشغل المروحه لو موجوده، مش ما فيش بنشغله من تحت بس ما بنشغلش من فوق. وبياخد معانا من 35 من 40 ل 45 دقيقه او على حسب درجه الفرن بتاعنا. هنشوف هتاخد قد ايه وهنعرفكم ان شاء الله بعد ما تطلع. دلوقتي يا حبايب قلبي من الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله. واختبرناها بحرف سكينه كده، بسم الله ما شاء الله، او عود خشبي او ستيكس كده،
طلعت نضيفه تماما، واخدت مني في الفرن 30 دقيقه بالظبط. معايا هنا شبكه على صينيه كده، هقلبها عليها عشان تتهوى. قلبتها على الشبكه يا حبايب قلبي والصينيه كده. هبدا اشيلها واسيبها عشان تبرد معايا. بسم الله. يا حبايب قلبي بالشكل ده كده تبرد ان شاء الله. نشوف لو هنقسمها، ممكن في الحاله ديت نقسمها نصين ونخلي الحشوه في النص، وممكن كله نخليها طبقه واحده. هنشوف دلوقتي هنعمل مع بعض ايه ان شاء الله، ونشوفها مع بعض. وهي اخدت معايا في الفرن 30 دقيقه بالظبط. حبايب قلبي هنعمل لها ان شاء الله كريمه وتشريب. انا ممكن اعملها بقى في الوضع ده كده، احطها على الصينيه، وممكن اقسمها نصين ان شاء الله. هحاول اقسمها نصين كده، ربنا ييسر، ونشوف خطواتنا بعد كده. بسكينه مشرشره زي دي كده يا حبايب قلبي، ونحاول كده من النص بقدر المستطاع ان احنا ايه نقسمها ان شاء الله بامر الله. بسم الله. قسمتها يا حبايب قلبي كده. هنبدا بسم الله نشيلها يا حبايب قلبي بالشكل ده كده. شايفين يا حبايب قلبي مفرغه وزي العسل. هنبدا بقى نتعامل معاها. معايا يا حبايب قلبي هنا كوبايه كريم شانتيه خام بدون سكر. هحط عليهم معلقتين كبار كده، او نص كوبايه حسب ما احنا بنحب ذوقنا في التحليه قد ايه سكر بودره بالشكل ده يا حبايب قلبي. واحط عليهم ميه متلجه كويس جدا وفيها قطع تلج بالشكل ده. هضيف حبه حبه واضرب. بسم الله. هنلفه بقى كده يا حبايب قلبي شويه الاول عشان ما يطرطش ويبهدل الدنيا. وهنضرب بقى كده بالشكل ده كده يا حبايبي. لما يبقى تقيل كده لسه هنضيف له شويه ميه تاني، بس هضيف له اللي عنده شوكولاته اللي هي قابله للدهن ديت يضيف، اللي ما عندوش ممكن يحط شوكولاته من اللي هي باقيه اللي احنا خدناها من على الوش الخليط. ممكن نضيف معلقتين كاكاو. انا هضيف كاكاو. هضيف برده كمان شويه ميه يا حبايب قلبي بالشكل ده، وهضربه بقى تاني. بسم الله. خلاص يا حبايب قلبي كده بالشكل ده اصبح معانا دلوقتي موس شوكولاته بالشكل ده. معايا هنا يا حبيب قلبي كوبايه حليب او لبن، وبنضيف عليها معلقه سكر، وهنشرب بيها بقى الكيك. لو احنا مش محتاجينه، مش عاوزين، هو مش بسم الله ما شاء الله، بس برضه انا عاوزه اعمل لها تشريبه كده تخليها جوسي وحلو. اللي عاوز يحط هنا برضه معلقه شوكولاته او يحط موس من اللي احنا شايلينه من الاولاني براحته خالص. بسم الله. خلاص يا حبايبي حطينا التشريبه كلها. هنبدا بقى نضيف هنا اللي هو موس الشوكولاته او الكريم. هنضيفها بقى كلها عليها بالشكل ده. بسم الله. يا حبايب قلبي على قد ما قدرت بقى كده، واللي بيعرف بقى يعملها بالسكرابر احسن من كده يعملها. انا عملتها كده، وهضيف بقى الجزء التاني على وشها. بسم الله. وهخلي اللي هو تحت فوق. هكمل على الجزء ده برضو يا حبايب قلبي. هديله التشريبه بقيه كوبايه الحليب اللي عندي، عشان انا قلبها طبعا فهتشرب ان شاء الله على طول. هنصب بقى عليها يا حبايب قلبي الصوص اللي انا كنت واخداه من الاول في اول الوصفه. اهو يا حبايب قلبي هصب عليها بالشكل ده كله. هوزعه على كل سطح الكيك. فردت عليها يا حبايب قلبي الصوص كله بالشكل ده كده. هشيل بقى الجوانب، هسويها كويس جدا جدا بالسكينه ونقطعها مع بعض. سويناها يا حبايب قلبي بالشكل ده. هنقطع بقى التقطيعه اللي نحبها، نقطعه مكعبات عاديه او نقطعه جاتوهات كده سوريه براحتنا خالص حسب ما احنا نحب. انا هقطعها لان الصينيه كبيره جدا، لو قطعتها على 2 هتبقى طويله كبيره قوي، فهحاول اقطعها على 3 بالشكل ده. وبعد كل ما نقطع مره نغسل السكينه عشان ما نبهدلش الدنيا. هنبدأ بقى يا حبايب قلبي نزينها كده بأي حاجة عندنا متاحة، أو بالشكل أو بالحاجة اللي نحبها بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. أي حاجة عندنا تشكيل بسيط كده هيخليها جميلة جدا ويفرح الأولاد إن شاء الله، وأوفر كتير جدا جدا من اللي احنا بنشتريها من بره.
حبايب قلبي زينتها كده تزيين بسيط كده على قدنا، يعني على قد الحاجه المتاحه اللي عندك زيني بيها اي حاجه. هنطلع بقى قطعه كده ونشوفها مع بعض. بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي، هي احلى قطعه جاتوه، حاجه كده يعني بسيطه جدا جدا، اقل تكلفه. عملنا كميه بسم الله ما شاء الله وفيره جدا جدا. ان شاء الله يا حبايب قلبي يا رب يكون الوصفه بتاعتي عجبتكم وتجربوها كده ان شاء الله، وتقولوا رايكم في الكومنتات ان شاء الله. وتنسونيش بدعوه حلوه كده، واللي اول مره يشوفني انا قناه مطبخ البيت الكبير، ما ينسانيش بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت حلو كده ان شاء الله، والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي إن شاء الله هندخل مع بعض النهاردة المطبخ، نشوف وصفتنا القمر دي عملناها إزاي ويعني تكلفتها إيه.